دي كانت صلاته. استشعار إن هم واقفين قدام ربنا عز وجل يخاطبونه ويكلمونه ويتحدثون إليه ويناجونه. هذا الذي كان يفعل فيهم كل ذلك. كان الصحابة بيتعاملوا مع الله عز وجل بالصلاة دي كأنها باب الدخول عليه، باب الدخول عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم ذلك، مش النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه مناج ربه فلينظر بما يناجي ربه. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربه بينه وبين القبلة. سبحان الله. وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم أنا يا أخي ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك، ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه وكيف تخاطبه وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل. ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام وهو بيبكي، يكررها ويبكي، يكررها ويبكي. يعني الصلاة حال. طيب